احمد سمير من الايكولوجي، واحمد الغندور من التحليل. ما تتريقش على الصورة، ما تتريقش على الصورة. نعم؟ ما تتريقش على الصورة. جميلة ما شاء الله عليك. طيب مبروك. نعم. تنزل. أنا عايز أتفرج. زي ما طلبتني من الاستوديو، فاكر كل يوم. في كراسي ممكن حضرتك تتفرج. مفيش عملية الناس واقفة. بص حضرتك ممكن تقف هناك. لا أنا تطلع تجري ورايا في الشارع اللي عشان المية. معلش يا عمر، معلش يا عمر. أصلا الناس دي جاية عشان أنا على فكرة. طب مين هنا جاي عشان فيلم جامد؟ طب مين هنا جاي عشان؟ طب مين هنا جاي عشان ايجيبولوجي؟ ربنا يسامحكم على فكرة. عشان لما تردي تاني خلاص على طول. طيب في 1911 واحد اسمه صابر جمع شوية فيزيكس، كان هو فاضي شوية وكان مع فلوس، فقرر إنه يعمل مؤتمر. المؤتمر ده كان مؤتمر اسمه The Solvay Conference. في السولفاي كونفرنس الأولاني كانوا بيتكلموا على heat transfer، انتقال الحرارة. موضوع مهم قوي عامة. طيب ده كان المين كونفرنس بتاع السولفاي، ومن ساعتها بسبب نجاح أول كونفرنس بدأوا يعملوا كونفرنسز تانية. أعتقد إن مفيش حد هنا مش عارف الصورة دي. دي اسمها The Solvay Conference, the fifth one. اتعملت في 1927. وأنا مش محتاج أقول لكم الناس اللي كانت هناك، يعني كفاية إن أينشتاين قاعد في النص كده. طيب من ساعة السولفاي كونفرنس أو السولفاي كونفرنس بشكل كبير كان مثال لساينتفك ايفنتس. من ساعتها الناشونال ساينس ويكس بتتعمل في العالم كله، أستراليا، بريطن، تشاينا، كندا، ودلوقتي مصر. طرحة يلا يا سفير. بس أنا عندي سؤال ليكم. العلوم بشكل عام احنا بنقول ان احنا عارفين العلوم، عارفين الساينسز. الساينسز ابتدت امتى؟ حد اوكي انا هسمع ثلاثه، انا عايز ثلاثه يرفعوا ايديهم ويقولوا لي يحددوا لي حقبه من الزمن، مش سنه، حقبه كان حصل فيها الساينس بلوم. اوكي انت ممكن نعطي مايكات؟ طب استنى هنزل لك من اول ما جاليليو جاليلي بدا يحط البرنسبل بتاعت الميثودولوجي بتاعت الساينس. تمام صح، تسقيف للراجل. انا كنت ناوي ان انا بقى اتباهى بان انا عارف الكلام ده كله بتاع. بص قبل جاليليو كان في الجيوسنتريك موديل اوف السولار سيستم، كان بيقول ان كوكب الارض هو the center of the universe، كل حاجه بتلف حوالين الارض. جاليليو ما كانش مبسوط بالنظريه دي، وهي introduced الهيليوسنتريك موديل، ودي بتقول ان الشمس هي اللي في وسط اليونيفرس وكل حاجه بتلف حواليها. قبل جاليليو كانت الكنيسه هي اللي بتحط الرولز، هي اللي بتقول ايه اللي صح وايه اللي غلط. في 1653 الكنيسه اعترضت على جاليليو وقالت له ارجع عن افكارك. جاليليو رجع البيت مستاء وقال حاجه pur se muove it still moves. كوكب الارض ما ينفعش يبقى ثابت، كوكب الارض لازم يتحرك. جاليليو انضم ليه ايزاك نيوتن في 1666 مع نظريات الضوء، ومن ساعتها بقينا عارفين الساينسز. طيب الساينسز يعني احنا بعدين من 1666 يعني حوالي اقل من 400 سنه، 350 سنه مثلا. طيب ال 350 سنه دول شهدوا حاجات كتير.
كلنا شفنا improvements في النانو تكنولوجي، في البيولوجي، فيزيكس، كيمستري، القلب فيه حلو. بس اللي انا وغندور جايين نتكلم عنه هي اساطير الساينسز. الساينسز بشكل عام مهما انت كنت، مهما كان الباك جراوند بتاعك، مهما انت بتدرس ايه، هتلاقي سمعت حاجه عن الساينسز، حاجه يمكن تبقى حلوه او وحشه. مش هو ده الموضوع. بنسمع حاجات عن الساينسز بنقتنع بيها ونروح قايلينها للناس. انا وغندور اللي احنا هنعمله النهارده ان احنا هنتكلم شويه في الاساطير. صح او غلط ده بقى معتمد على اللي هنتكلم فيه. أنا هبدأ الأول بالسايكولوجيكال ميث وبعدين غندور يخش ساينتفك. طيب ميث 1 أنا أصلاً حوار. طيب الميث دي بتقول إحنا كهيومن بينجز مقتنعين اقتناع تام إن إحنا أحسن ناس. أنت لو جيت لسمير وقلت لي غير من الناس؟ لا طبعاً، أنت مين عشان تقول لي غير؟ أنا كويس، أنا حلو، أنا حوار. Unfortunately احنا بنفكر بطريقه righteous قوي، احنا حاسين بنفسنا قوي في الموضوع ده. في 1961 واحد اسمه ستانلي ميلر عمل الاكسبيرمنت المشهوره بتاعت obedience to authority، واللي كانت بتقول ان طيب احنا هنعمل اختبار. فتخيل ان دلوقتي انا اقول لغندور كهربني، هيكهربني ولا لا؟ الفكره ان according للي احنا متربيين عليه المفروض طبعا ما تكهربنيش. الغريبه ان الناس كانت كلها بتكهرب، كلها بلا استثناء. according ستانلي ميلر كان مخطوب. طيب الناس عملت كده ليه؟ ازاي؟ it was an issue. احنا مش دايما صح، مش دايما بنمشي ورا الانترنال موتيف اللي لنا احنا لازم نعمل. ما ينفعش اقضي الموضوع او الموضوع ما ينفعش يقضي. الكلام ده كله طلع خالص. دي اول ميث. تاني ميث، انت مش شايف نفسك. طيب انتوا عارفين في الافلام الابيض والاسود القديمه لما كانوا بيجيبوا طبيب نفسي وكان بيقعد مع المريض بيقول له بص على الصوره، بيقول له انت شايف ايه؟ طيب الناس accordingly لما كانت بتشوف حاجه معينه كان بيقولوا لها ان انت ليك ميول لحاجه، ولو شافوا حاجه ثانيه ليك ميول لحاجه ثانيه. بمعنى بس اظن اشخاص على كده كانوا مورين زيزو حد عارف؟ لما كل الغالب بتسمع هي ما فيهاش اي حاجه، بس دايما الوضع بتكون واضحه يعني. شكرا ممدوح. نفس الحكايه كده. طيب لو بصيتوا هنا كام واحد فيكم شايف مسدسين؟ يرفع يا ساتر يا رب. اوكي الناس اللي شايفه الفراشه الجميله ترفع ايديها. مهزله والله مهزله. طيب لو انا كنت دلوقتي طبيب نفسي في 1960 كنت هقول للناس اللي رفعت ايديها في السؤال الاولاني انتوا هتطلعوا ميردرز، هتقتلوا في الناس. والناس الثانيه هتقعد تحكم في الناس اللي جنبيها. ده هيلث فيزيكال. سايكولوجي اكسبيرمنت اتعملت recently عملوا نفس الانك بلاد تيست دي اسمها انك بلاد تيست وشافوا الناس بيرياكت ازاي. الدكاتره بتاعت علم النفس وروا ان الدكتور بتاع علم النفس مهما كان الثاني بيقول، مهما كان المريض بيقول، كان بيطلع ان عنده انفصام في الشخصيه مهما كان بيقول regardless. في ال 1900 كان في اكسبيرمنت شهيره اتعملت ان بعض السايكولوجيستس ما كانوش واثقين قوي بطب النفس. فعملوا حاجه لطيفه جدا. خدوا نفسهم راحوا مصحه بتاعت الناس المجنونه، دخلوا جوه وقالوا لهم احنا مجانين ساعدونا. هم ما كانوش مجانين، هم كانوا عايزين يثبتوا ان هم الناس الدكاتره ما بتعرفش تفرق ما بين الناس المجنونه والناس العاقله. دخلوا وخدوا ادويه وقعدوا تاني كانوا قاعدين 40 يوم، قعدوا 40 يوم من غير ما الدكاتره تلاحظ حاجه. طب النفس بشكل عام مش كده، ومودرن سايكايتري
which is a science ما بيعتمدش على الكلام ده خالص. فالمره اللي جايه حد يقول لك انت شايف ايه؟ قول له شايف بلح. انا بحب دي قوي. لما كنت في 5 ابتدائي دول دخلت كلاس مره في يوم وراح واحد قال لي سمير انت عارف ليه اينشتاين اذكى منك؟ عشان انت بتستخدم 10% من مخك بس. انا مع اينشتاين بيستخدم 80%. طبعا انت هتبقى اغلى مني. ده غلط. طيب خلونا نثبتها كده شويه لوجيك. اول حاجه لو انا بستخدم 10% ال 90% دول بيعملوا ايه؟ يعني سؤال يعني بجد حد يديني اجابه مقنعه 90% بيعملوا ايه؟ طيب حاجه ثانيه مشهوره بتناقض الكلام ده بيقول لك طيب انا اقدر اقيس السيجنالز اللي بتوصل للمخ في بعض الخلايا بس مش عارف السيجنالز اللي خارجه من المخ من خلايا ثانيه. فانت حتى لو قست ال 10% في 10% تانيين انت مش حاسس بيهم مش دليل ان هم شغالين. مخك شغال 100%. كلنا مخك كله شغال واكوردنجلي على حسب المواقف اللي انت فيها اجزاء من مخك بتنور بتطلع هرمون معين اكوردنجلي. مخك كله شغال مفيش حاجه اسمها 10%. طيب الاشاعه الرابعه غندور. انا هضحك. غندور بيحب الكلاسيكال ميوزك قوي بجد متعب قوي. يعني انا مش عايز احكي لكم انتوا تقعدوا جنبه باخ موتسارت بيتهوفن الناس تانيين رومانتك يعني الموضوع سيء. بس بتهيألي الاشاعه بتقول ان الناس العباقره مش زي الغندور، الناس العباقره بتسمع كلاسيكال ميوزك. صح؟ يعني it makes sense تحس كده شيك كده وقاعد كده بيشرب كده ده حلو. في 1900 يعني من الخمسينات للألفينات مش فاكر الرقم بالظبط عملوا اختبار ان هم جابوا شويه اولاد وخلوهم يلعبوا لعبه. فاكرين واحنا كنا صغيرين لما كان بيبقى فيه اشكال كده وتحط الاشكال جوه الفتوحات. فاكرين اللعبه دي؟ كانوا بيخلوا الاولاد يلعبوا اللعبه دي وموتسارت شغال في الباك. اول مره عملوا الاختبار لقوا الطلبه بتخلص التاسك اسرع. اوكي الناس طبعا انبسطت. موتسارت شهر يا سنتين كل البوماته كانت في الشوارع وeducational purposes والكلام ده كله. recently عملوا نفس الاختبار واثبتوا ان الكلام ده بس مفيش حاجه اسمها classical music بيخليك اسرع. بس في تويست صغير في الموضوع. انا مثلا افتراضا ان انا بحب اسمع كولد بلاي. لو انا بحب اسمع كولد بلاي وانا مثلا بذاكر هعمل احسن. مش عشان كولد بلاي از كولد بلاي بس عشان انا متعود على كولد بلاي بحب كولد بلاي. واحد زي غندور يسمع باخ وهو بيذاكر سي اس هيحب ان هو يذاكر سي اس. كل واحد فينا ليه his own thing دي حاجه اللي هو بيحبها. خبط الباب زعيق منطق سويت اختك whatever it is مش هو ده الموضوع. في صوت بيتناسب مع هرمونات مخك وهو ده الصوت اللي بيخليك ان انت تعمل احسن. اخر اسطوره بالنسبه لي هي دي. انا recently بقيت يعني بتكلم في الحب كتير. الناس اللي متابعه ايجيكولوجي المعروف ان الستات بشكل عام الستات بيميلوا للعواطف. انت عارف لا خلاص خدني في احضانك يا رومانسي. وبيني وبينكم يعني قبل ما اعمل الحلقات بتاعت ايجيكولوجي انا كنت شبه مقتنع بنفس الموضوع. انا كنت قريت قبل كده الكلام ده هيلث بس ما كنتش قريت بيبرز تثبت الموضوع. فالكلام ده غلط. عملوا اختبار ان هم جابوا undergraduate students وقالوا لهم الاتي. طيب دلوقتي انت في اقرب علاقه ليك مين اللي في الاول مين انت حسيت بعد قد ايه انك عايز تكمل مع هذا الشخص؟ الستات تكتب والرجاله يكتب. سالوهم بعد كده طيب مين اللي اعترف بالحب الاول؟ انت ولا هو؟ النتائج very interesting. الرجاله كانت بتعترف الاول. الرجاله كانت بتحب الاول. ايوه كل الرجاله اللي قاعده هنا ايوه
يعني الستات دلوقتي ممكن يعني فعلا ليهم حق ان هم يتبسطوا شويه. بس generally احنا مش شخصيات عاطفيه. it doesn't make sense. وهو ده الغريب ان في psychological myths احنا بنكون مقتنعين بحاجه وماشيين بيها وفاهمينها كويس وحاسين ان دي الصح. ولما بنيجي نشوف الريزلتس والاكسبيرمنتس بتاعتنا بتثبت عكس كده تماما. psychological myths هتلاقيها في حياتك دايما تقول ان انت بتحب القطيع، مش ما بتحبش القطيع. whatever اللي انت تسمعه عن الموضوع قبل ما تصدق فكر شويه. هتلاقي ان الميث دي كلها هلس وانت ما بتستخدمش 10% من مخك عشان دي مهمه قوي. انا هسيب غندور دلوقتي يخش على الساينتفك ميثs. تسقيفه كلها. مش على بالي بصراحه عشان البرزنتيشن. عاده لو حد هنا حضر لي ايفنتات قبل كده اوكي كويس. عاده ببتدي بنكته مشهوره جدا جدا جدا. لا ليه يا جدعان؟ ده حلوه جدا. مش كولا والله حلوه جدا. انا مش كولا مش هتحبوها هتتضايقوا. انت بس استنى بس هتتضايقوا بجد والله صدقوني. هو قال لي 7 مرات واوحش. يا عم خلص البرزنتيشن عشان نعمل ما تقول اي ماشي جديد عليا. ماشي على بال ما اخلص جايز اضحك. مش هستاذنك ممكن تقوم تقف لو سمحت. معاك نقطه سخيفه هي مالهاش علاقه باللي انا بعمله على الدحيح. المفروض انا بعمله شو محترم يعني. ايه؟ هتشوف الحكايه دي. ايه؟ خلاص انت اللي جيت بقى. خلاص يلا هسالك اسمك ايه؟ تقول لي انا وائل. ايه؟ اسمك ايه؟ لا اسمك ايه؟ لا ما تقولش حاجه. اوعى انت قول يلا بسرعه عشان البرزنتيشن. قول انا وائل. طب شجعوا يا جماعه لو سمحتوا. يلا قول. طب ما تقعد. ماشي. اظن النكته كانت ظريفه جدا. فهمتوا ليه ما بنحبش النكت مع غندور؟ لما يجي ايفنتات عندكم لا مش عايزين نكته مع غندور عادي مش هيتكسف. انا كوميدي جدا. مش عايز الجو. ماشي. انا النهارده هتكلم على الساينتفك ميثس ان جنرال. الخرافات او هي صراحه مش خرافات، هي حاجات ممكن تكون صح بس على حسب انت بتبص لها لانهي ناحيه. اول خرافه او يعني اعتقاد نوعا ما هو فكره انه ايه اطول جبل في العالم؟ عاده يعني لو احنا بنقيس من قطر تحت الجبل لحد فوق فهو جبل ايفرست ما هواش اطول جبل في العالم. ده جبل ايفرست طوله تقريبا 8 كيلو 8 كيلو ونص حاجه كده. اطول جبل في العالم في جزيره هاواي اسمه موانا كيا. شفت عاش يس صعدت على الاسم مش عارف ايه. ده يعني تقريبا في 5 كيلو مثلا 4 كيلو تحت الميه وفي فوق تقريبا 5 6 كيلو فوق. فيعني هو طويل جدا. فانت يعني لو عمر سمر سبقك وطلع جبل ايفرست اخلع روح هواي. ماشي. هي دي طبعا كانت المعلومه اللطيفه. ماشي. حد شاف فيلم اسمه دي بلو سي؟ اوكي ماشي. الفيلم ليه في لقطه كده الست بتقوم واقفه وبعدين تقوم ماسكه الكهرباء وسمك القرش بقى بتهجم عليها وبعدين تقوم ماسكه الكهرباء وبعدين تقوم مكهرباء الميه تقوم سمك القرش وايه بس. امتى لو انا مكهرباء الميه سمك القرش ما تتكهربش؟ ايه؟ لو الميه حتى الان ده كهرباء الميه بيور. لو الميه لوحدها لو بنتكلم H2O بس من غير اي من الاملاح اللي موجوده في الميه مش هيحصل
اي حاجه، يعني هتبقى كهرباء مش هيحصل الكوندكشن، مش هتكوندكت الكتريستي. فبس يعني ده كان حل كويس، يعني محتاج سنه تناقش بعد كده تضطر ان هي تقعد في الفلاش ووتر انفايرمنت عشان يعني ما ناخدش ووتر كوندكت. ماشي. Human have 5 senses. عادة بنفترض ان احنا عندنا 5 حواس، بس في الحقيقه يعني ما اظنش ان دي فكره صحيحه بشكل كبير، لانه على حسب انت تعريفك ايه للحاسه. فيعني احنا مثلا بنشوف بنعرف ان في ضوء طالع من بتاع العمياني دي بشكل او اخر، بنعرف ان في حاجه ايه وفي حاجات بنبقى مدركين بشكل او اخر اللي بيحصل في حوالينا. بس احنا عندنا اجهزه اكتر، حاجه من البروبريوسبشن، بنحس بدرجه الحراره، بنحس بالتوازن، بنحس بحاجات كتير. فيعني الكلام ده ممكن ما يكونش دقيق قوي. يعني احنا اخترنا ان يبقى فيه 5 حواس وقلنا عليهم 5 حواس، بس في الحقيقه احنا بنحس بحاجات ثانيه اكتر بكتير. ماشي. فيعني احمد فيشاوي مش لازم يبقى زعلان، حاسس ده ماشي. اوكي. انا صراحه كان نفسي اجيب منظر مختلف، بس قلت يعني ايه ده كويس. فيلم لوسي برضه كانوا بيتكلموا على فكره ال 10%، يعني مش عارف انت ليه قلتها، يعني اتفقنا ان انا المفروض بس بس انا صراحه قلت لازم اتكلم عليها عشان استعدوا. سقف. يعني انا هقول فعلا ان الفيلم ما هوش دقيق علميا من ناحيه ان هو يعني قال ان في ان انت تقدر توصل ل 50 60%، يعني الكلام ده مش صح بشكل كبير يعني. قال لك كان زمان يعني الدنيا لعبت. ماشي. The bigger your brain, the smarter you are. عادة بنفترض ان كل ما المخ بيكبر كل ما بنبقى اذكى، وفي الحقيقه ده مش صحيح. عادة اللي نقدر ماشي خلينا متفقين انه معاني الذكاء بتختلف عند كتير من الناس. يعني حسب احنا فعلا بنوصف الذكاء، يعني بحس او يعني اتكلم بقى في الفلسفه شويه، بس ميشيل فوكو كان شايف انه عاده المجتمع او المجموعه الاقوياء هم اللي بيحددوا ايه الصفات اللي تخليك اعلى، او عاده الصفات دي بتبقى صفاتهم. يعني مثلا لو طويل هبقى شايف انه الطول ده احسن حاجه واعظم حاجه مش عارف ايه، واحاول اقنع الناس ان الطول ده اجمل حاجه، وان هو لو ما وصلوش للطول يبقى هم ما هماش جامدين وما هماش روشين، وانا بقى روش وجامد جدا. فعلى حسب طبعا تعريفك للذكاء ايه، ده اولا. ثانيا الكلام ده ممكن يبقاش صحيح. عندنا عندنا مثال مشهور ماشي الراس الكبير. ده اكبر مخ، ده عنده اكبر كان اسمه سبيرم ويل which is very interesting. لو حد يعرف يعني ايه سبيرم. ده سبيرم ويل، ده عنده مخه تقريبا وزنه 10 رطل، يعني ما يعادل بنتكلم في 15 كيلو. لطيف. وده اكبر ريشيو. يعني عاده يقول لك مثلا بني ادمين مقارنه بجسمهم يعتبر ريشيو عالي، يعني المخ واخد من الجسم، في حين ان الكلام ده ما هوش اكل بالظبط. يعني تقريبا 3% من وزن جسمك كله هو وزن مخك، برغم ان هو الوزن يعني المخ ده بيستهلك اكثر من 20% جسم من طاقه الجسم كله. فيعني مخنا روش جدا. فالمهم فدول الكائنين ده عنده اكبر مخ وده عنده اكبر ريشيو. بعدين المعلومه اللي بعدها nothing goes faster than light. مفيش حاجه بتمشي اسرع من سرعه الضوء. ايه رايك في الكلام ده؟ هل دي مثل؟ مش ولا لازم انا كاتب الكلام في الحلقه؟ ماشي. المعروف نظريه النسبيه كانت بتحدد ان الضوء اسرع حاجه، بس خلينا متفقين على حاجه. على حسب الضوء بيمشي فين. احنا عارفين اظن خدنا واحنا صغيرين لما واحد مثلا بيتكلم في الميه الموجات الصوت بيوصل اسرع من لما بيتكلم في الهواء، لانه الميديم الوسيله الصوت بينتقل خلال عن طريقها في الميه بتخلي الصوت يبروباجيت اسرع فيعني يوصل اسرع بشكل او اخر. الضوء برضه نفس الحكايه. هنا موجود شويه ارقام انه الضوء لما بيمشي في الميه سرعته بتقل 25%. 25% لما بيمشي في حاجه زي الالماس سرعته بتقل 60%، بيبقى 60% سلور. في الحاله دي كائن ممكن يسبق. مين هو هذا الكائن؟ ايه بارتكل يقدر يسبق الضوء؟ النيوترينو. ليه؟ بيعدي من اي حاجه. فاكرين لما كنا الحلقه قلت النيوترينو كان كارثه في عالم الفيزياء، لان ده كان جسم بيخترق اي حاجه ما تفعلش في اي حاجه. يعني المجتمع تقريبا احنا ضدنا تقريبا اكثر من 50 60 سنه بنحاول نوقف نيوترينو واحد من 10 تريليون نيوترينو اللي بينزلوا في الثانيه الواحده ومش عارفين. مفيش حاجه توقفه لحد ما واحد كده مش فاكر طبعا الارقام، لحد ما واحد كده اكتشف ان مش عارف نيوترينو لو خبط في كلورين بيحولها لذره ارجون ويتحول ذره واحده. ده
يعني ذره واحده حتى انت تقفشها خلاص انت كده قفشت النيوترين. بس الضوء ما شاء الله تبارك الله يعني بروميسكيوس بيتفاعل مع اي حاجه في الدنيا ما عندوش اي مشاكل. ففي الحاله دي الضوء ممكن ما يكونش اسرع حاجه. ده زي طبعا ان احنا لو قدرنا عارفين فكره الورم هولز، حد عارف الورم هولز؟ ماشي. كان في فيلم انترستيلر كان نفسي يبقى معاها ورقه، بس كان ماسك لها ورقه وبعدين كان يقول لها دي مسافه الواحده، يعني دي المسافه اهي، وممكن نقوم عاملينهم كده على بعض وكده نخلق حاجه زي المفروض يعني انا مش دي طلعت كده مره واحده بس، فمش ما كنتش بطلعها حاجه يعني. بس المهم ان انت لو في حاجه زي الورم هول المفروض ان انت هتقدر تعدي مسافه، لو تعريفك للسرعه ان هي مسافه اوفر ديستنس اوف تايم اوفر وقت معين، فانت كده هتعدي مسافه طويله في وقت اقل، صح ولا لا؟ ماشي. فيعني ما نقدرش نقول ان الضوء فعلا اسرع حاجه، يعني هو نظريا ما فيش حد يقدر يسبقه، بس ممكن هو كده كده على فكره كده النيوترينو بيقدر يوصل لسرعه الضوء، يعني سرعته نفس سرعه الضوء، ودي الابحاث السر متاكده، بس هو ما بيمشيش اسرع من سرعه الضوء في النظر يعني، مش بس بوصل الدنيا. ماشي. ايتنج شوكليت جيفز يو، لك حاجه يا شباب، الكلام ده هو صح بشكل كبير، واظن لاحظنا حاجه زي كده في فيلم زي كان اسمه ايتيرن، لما قال لها لسه لحد دلوقتي بيجي لي حاجه شباب عشان بحب الهوت شوكليت جدا جدا جدا، الكلام ده غلط يا معلم. ادوا ناس شوكولاته مضروبه وادوا ناس شوكولاته عاديه وشافوا فرق الاكل، واذا كان في بيطلع حاجه اكتر، اذا كان حاجه الشباب بيطلع عن حد اكتر من الثاني، ولا مش الكلام ده صح يعني. ماشي. being cold gives you cold، البرد بيجيب لك برد. اظن دي يعني امهات مصر كلها والناس كلها متخيله، يعني انت تطلع بقى من الحمام كده لا غطي شعرك ولا البس لك حاجه عشان هتبرد، الكلام ده غلط يا معلم، الكلام ده ما صح. طب بس ليه طيب البرد بيجي لنا في الاوقات البرد، ليه في الشتاء بيجي لنا برد؟ هو طبعا احنا في الصيف بيجي لنا برد بس مالناش دعوه بيها يعني، بس ليه في البرد بيجي لنا برد؟ عاده العلماء قالوا ان هو ببساطه شديده ان احنا لما الدنيا بتبقى برد ما بنخرجش قوي، بنقعد قدام الدفايه ونقعد نفتح لنا مسلسل ولا حاجه ونقعد بقى متكتفين كده، فبنبقى قاعدين مع بعض في نفس الوقت، فرصه ان حد يعدي الثاني كده اكتر. بس هو ده كان تعريفه، هو ده بيقولوا يعني ليه ممكن يكون السبب ده صح. فده حاجه ما هياش صحيحه. دي بتوجع اي دكتور وتوجع اي حد بيشتغل في عالم الاحياء. مبدئيا يا جماعه احنا لازم متفقين ان البرد ما بيتاخدلوش انتي بايوتكس. مين بيعمل العمله المهببه ب 60 نيله دي؟ ماشي. هو اصل بص انا المفروض ان انا دارس، انا تخصصي بيولوجي، المفروض ان انا دارس، بس ما زالت امي لحد هذه اللحظه بتغصبني ان انا اخد انتي بايوتكس يوم ما يبقى عندي برد، وما اعرفش ولا حاجه. بس يا جماعه بجد ده خطر جدا جدا جدا، لانه عاده البكتيريا او الكائنات الحيويه الصغنططه دي لما بتديها اسلحه او لما تعرضها لضغط زي ما تقول كده، يعني الناس ما بتحبش المصطلح ده بس للاسف ما عندناش غيره، بتتطور او بتقدر يبقى عندها فورم كده يقدر يحارب الانتي بايوتيك. فانت كل ما تعرض لها الانتي بايوتكس اكتر كل ما انت بتخليها تقدر تحارب هذا الانتي بايوتكس. فلو انت ما عندكش برد وبتاخد انتي بايوتكس فانت بتعرض بكتيريا ممكن تكون كويسه ما بتعملش حاجه عاده، يعني اكتر من 90%، انا مش فاكر يعني الرقم اظن كان 8، اكتر من 90% من الخلايا اللي في جسمك خلايا اساسا بكتيريا. فانت يوم ما تعرض لهم انتي بايوتكس فانت ممكن تكون بتقتل خلايا تبعك، بتقتل رجالتك. بس مقصود بكتيريا وعاده بينتشر اسم البكتيريا ان هو ده من الحاجات الوحشه والنيتل الجراثيم، بس انت اغلبيه جسمك معلش لو انت ديمقراطي بقى اغلبيه جسمك بكتيريا. طب هو انت ما قلتش الكلام ده طنط؟ ايه؟ ما قلتش الكلام ده طنط؟ اقول لها اغلبيه جسم بكتيريا دي تولع فيا. بكتيريا كانت تأمين الدكتور. خلاص بس كده انا خلاص انتهيت. شكرا جدا جدا جدا. يعني تيجي بقى تبقى على اليوتيوب كده او تبقى على الفيديوز بتلاقي كده ارقام وما بتحسش يعني ان في بقى ناس الناس دي حقيقيه، مش عارف تلاقي 1000 واحد. ده يعني انا سعيد جدا ان انتم موجودين، وسعيد جدا بالناس اللي نظمت الايفنت بره، وانا اسف فعلا الدنيا كانت زحمه، بس احنا والله ما كناش نتوقع ان هذا العدد هيجي. فيعني شكرا جدا جدا جدا. ودايما اسالوا. احنا الفكره ان احنا اللي بنعمله في الشوز بتاعتنا اللي انتم بتتفرجوا عليها، احنا ما بنعملش حاجه من المريخ، احنا بنقعد نشوف حاجه احنا مش عارفين نجاوب عليها ونجاوب عليها في فيديو، وناس من هنا بتتفرج. ازيك يا دكتور؟ ايه يا دكتور؟ في ايش؟ ماشي خلاص. فبس جيكولوجي وانا الدحيح وشغل جامد انت ورانا. ماشي. احنا
يلا سيلفي. مفيش حد باين. ايه ده النور طالع زي ديسكو بالظبط. بس شكرا.